تعال نتكلم عن السوفت وير اللي لسه نازل من ابل من حوالي كام يوم كده او من اسبوع. انا بس طولت عليكم لان كان عندنا شويه ضغوطات في الاجهزه اللي احنا كنا بنتكلم عليها، وفي نفس الوقت انا كنت بجرب السوفت وير الجديد اللي هو الاي او اس 17.1.2. تعال نتكلم عنه في عجاله سريعه لان هو مش هياخد معانا وقت. تعال اول حاجه هنبدا بيها انك تعمل السوفت وير ده ولا ما تعملوش. انا بقول لك اعمله، بالرغم ان انا لما عملت السوفت وير ده جنن امي. يعني مثلا امبارح لقيت الموبايل عمال يعمل ريستارت لوحده مش عارف ليه، بس بعد كده ظبط، هو تمام التمام، الجهاز شغال ما فيهوش اي مشكله، البرزنتج ما نزلتش، يمكن عشان الموبايل جديد. ابل قايله ان السوفت وير ده لازم يتعمل لان هو امني جدا وامني للغايه، وابل قالت ان المشكله بتاعه الواي فاي والنتورك والكلام ده برضو اتحلت، وهي هتتحل نهائيا. مشكله الواي فاي والشبكات هتتحل نهائيا في السوفت وير الجديد الاساسي اللي هو 17.2 اللي هينزل في نص 12 ان شاء الله. اما بالنسبه بعد ما تعمل السوفت وير ده عشان تظبط حته الواي فاي والكلام ده كله، هتخش على بعد ما تعمل السوفت وير خالص هتخش على الاعدادات وتعمل ريسيت اول سيتنج لو عايز تريح دماغك، او اعمل ريسيت اول نتورك، اعمل دي او اعمل دي، واعمل حسابك بس ان باسوردات الواي فاي كلها هتروح، وفي شويه حاجات كده هتتعدل، انما موبايلك مش هيتمسح من عليه حاجه. ده كان فيديو سريع. تابعني يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين الايفون والموبايلات الفلاج شيب، بنحاول بنسعى جيدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على صفحه الفيسبوك بيج احمد_تربو، ولو عندك رسائل برد بسرعه اكتر على الانستجرام. كان معاك احمد تربو، السلام عليكم.